سنتكلم اليوم عن قانون جاستا. جاستا هي اختصار لعبارة Justice Against Terrorism Act، ومعناها بالعربي قانون العدالة تجاه داعمي الإرهاب أو داعمي أفعال الإرهاب. فقط للمعلومية، هذا القانون يتيح للمحاكم الفيدرالية في أمريكا النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، سواء قدمت هذه الدولة بعلمها أو على نحو متهور دعما ماليا مباشرا للأفراد أو المنظمات التي يحتمل بنسبة كبيرة ارتكابها أعمالا إرهابية. طبعا اللي يقرأ القانون يلحظ أن لغته القانونية ضعيفة جدا، وكأن من كتب هذا القانون هو رجل أعمال وليس نائب سياسي أو قانوني أو حقوقي. أمريكا طبعا عندها ملايين الحقوقيين والقانونيين، لكنها تعمدت أن يكتب القانون بهذا الشكل. لغة القانون، اللغة اللي كتب فيها هذا القانون، يذكرني باللغة الاستعمارية المستخدمة في القرن الماضي، لغة فضفاضة بلا حدود ولا شروط، يستطيع أي أحد أن يستخدمها ضد أي دولة، وهذا هو الهدف من القانون. هل صدور هذا القانون بهذه اللغة وبهذا الشكل أمر غريب وغير متوقع؟ الصحيح أنه أمر متوقع، وأن الغريب أن يعتقد البعض أن هذا القانون لن يمرر. القانون هذا موجه أصلا وحصرا للسعودية. نسأل الآن ليش؟ إيش معنى السعودية؟ لأسباب. أول هذه الأسباب أن السعودية قوة صاعدة، وأمريكا لا تريد قوة صاعدة في الخليج، وهذه القوة الصاعدة ممكن أن تهدد مصالح مش أمريكا، مصالح إيران التي تريدها أمريكا أن تكون القوة، تهدد مصالح إيران التي تريدها أمريكا أن تكون القوة الوحيدة في الخليج. وهذه هي مفاعيل الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران. طبعا في سياسيين فرنسيين وألمان سربوا اتفاق سري، ولا أعتقد أن ما يجري في العراق وسوريا يحتاج إلى إحنا نعرف وين هذا الاتفاق السري. واضح، الاتفاق واضح. المشروع الأمريكي في المنطقة العربية قائم على تمكين إيران من العراق والشام. هذا ما تريده أمريكا. بعد أن رضخت إيران في الاتفاق النووي، تريد الآن لعب دور شرطي العالم كما كان يلعبه الشاه في السابق. العالم كله قرأ وسمع وش قال أوباما مع جريدة أتلانتيك، وكيف قال كلام مسيء جدا للسعودية، غير طبعا مواقفه الكثيرة كلها تختلف مع السعودية. الموقف في سوريا، موقفه مع روسيا ومع إيران ومع بشار طبعا يحميهم. موقفه في العراق واضح. موقفهم في اليمن واضح. جون كيري موقفه واضح. لا يحتاج الأمر إلى عبقرية ولا إلى ذكاء ولا إلى حصافة ولا إلى رؤية ثاقبة. الأمر واضح. في العراق ترتب قوات التحالف مع الميليشيات الشيعية اللي على الأرض، مع قاسم سليماني عدو أمريكا. على فكرة قاسم سليماني مصنف إرهابي ترى بالنسبة للأمريكان، لكن ما عندهم أي مشكلة أنهم ينسقون معه. إذن أي واحد عنده حد أدنى من السياسة يفهم أن هناك تحالف أمريكي إيراني في العراق، وأي واحد عنده حد أدنى من السياسة ويشوف اللي حاصل في سوريا يدري أن من يحمي بشار وروسيا وإيران هي أمريكا. أمريكا هي التي أعطت الروس الضوء الأخضر. ترى ما ينكرون الروس الأمر هذا، أنهم دخلوا بالتنسيق مع الأمريكان، وذلك لحماية نظام بشار من السقوط، وبالتالي حماية أيضا حزب الله وحماية الميليشيات الشيعية في العراق. أمريكا تراهن على تمكين إيران طبعا والشيعة من العراق والشام، حتى نكون واضحين وصريحين. أمريكا تعلم جيدا أن الشيعة أوفياء ومخلصين لها ويعتبرونها من أهل الكتاب، وأمريكا تعلم جيدا أن الشيعة يعتبرون أهل السنة نواصب مرتدين مغتصبين الحق الإلهي. عشان كذا أمريكا تشوف أن إيران في ذات الخندق معها ضد أي قوة سنية صاعدة. نرجع لموضوعنا. ما كان الأمر يحتاج إلى عبقرية وفهلوة لاكتشاف أن أوباما قد باع السعودية واشترى إيران، وكان من المفترض اتخاذ خطوات عاجلة خصوصا بعد الاتفاق النووي
الغربي الأمريكي الإيراني. لكن هذا لم يحصل، وأوباما قال أبد عندي أنا أستخدم الفيتو ضده، لا تقلقون. أوباما كان ذكي، أراد أن يطمن السعوديين بأن لا أحد سيمس 700 مليار دولار 700 مليار دولار سعودي سندات خزانة وأصول في أمريكا، وتسييلها أو بيعها للصينيين مثلا قد يهز الاقتصاد الأمريكي بقوة. لعبها أوباما صح طبعا، قال أنا أبدا لا تخافون، أقرها مجلس الشيوخ لا تقلقون، أنا أرفضه. رفضه أوباما وهو يعلم وينسق مع المجلسين على أنهم يصوتون ضد قراره، والدستور الأمريكي يقول لازم المجلسين يحصلون على تصويت بالثلثين لنقض قرار الرئيس. طبعا لو كان الرئيس فعلا حريص على أن هذا القرار ما يمرر كان استخدم نفوذه داخل المجلسين، لكنه دجال. إذن باختصار شديد وكما توقعت القرار مرر والقرار سيطبق. بس لاحظتوا كيف أول ما صوت مجلس الشيوخ بأغلبية على طول مجلس النواب بعدها بساعات قالوا الآن صوتوا. الهدف بالدرجة الأولى هو أن لا يعطوا السعوديين الوقت الكافي لتسييل هذه 700 مليار دولار الآن وبعد أن صدر القانون. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وش اللي في يد السعودية تفعله؟ طبعا أكيد الآن الخيارات أقل تأثيرا وأقل عددا، مع مرور الوقت طبعا. كنت قد كتبت مقالة ما الذي على السعودية أن تفعله بعد فك الارتباط بالأمريكان. ما أدري هل هي في شؤون خليجية أو في موقع التقرير، اللي حاب يطلع عليها يشوفها، لكني بعلق أيضا. على السعودية أن تصعب الأوضاع على أمريكا خصوصا في هذه المنطقة الإقليمية. على السعودية أن تأخذ خطوات إيجابية قوية وسريعة، يأتي على أولها الخروج من التحالف الدولي. فليس من المعقول أن تساعد السعودية أمريكا لوجستيا واستخباراتيا بينما السعودية تصب بالإرهاب. ثانيا تغيير شبكة العلاقات والبدء بعمل علاقات استراتيجية حقيقية مع الحلفاء الأقوياء. واليوم احنا شفنا الأمير محمد بن نايف ولي العهد يذهب إلى تركيا. أعتقد أن التردد في موضوع التحالف مع تركيا يجب أن يكون، أعتقد أن التحالف الآن مع تركيا أصبح ضرورة قصوى، بعيدا عن التردد، بعيدا عن الإخوان وأردوغان ومدري إيش. لا ينبغي أن يكون هناك مكان للتفكير الرغبوي، خصوصا في وجود خطر وجودي يهددنا. لابد من تحالفات قوية وسريعة. التفكير الرغبوي بمعنى والله أردوغان يدعم الإخوان ولا هذول إخوان هذول ما نحبهم، لا. الآن على المستوى التكتيكي الآن قصير الأمد لابد أن تكون هناك تحالفات قوية بعيدا عن مسألة إخوان وأردوغان وطقتها. الآن نجي إلى أقوى وسيلة في يد السعودية وللأسف ما استخدمتها أثناء التدخل الروسي في سوريا، ألا وهي تحريك الهيئات والجمعيات الإسلامية لاستصدار فتاوى ترفض هذا القانون وتعلن تضامنها مع السعودية، بل وتذهب بعيدا وتعلن عن استعدادها لإصدار فتاوى بالنفير العام للجهاد دفاعا عن السعودية. تخيلوا لو هذا حصل أول ما تدخل الروس بسوريا. باختصار شديد أمريكا باعتنا، قلناها أكثر من مرة، أكثر من 10، أكثر من 100، أكثر من 1000 مرة. نحن الآن أمام وقائع جديدة، وقائع مخيفة، وقائع شديدة الخطورة علينا. فإذا استمرينا نتعامل مع هذه المخاطر بنفس الطريقة التي تعاملنا معها في السابق فسنخسر الكثير وستكون الأوضاع أسوأ. بلغت في السابق وحصل ما كنت أخشاه بالحرف الواحد، والآن أبلغ. اللهم ها قد بلغت، اللهم فاشهد.